مساء الخير ومساء الجمال على عيون متابعين الحلوين، اخباركم ايه؟ يا رب دايما كده تبقوا بالف خير. راجعه لكم النهارده بقى وفيديو سقسقه وشاي بلبن وحركات كده وتكات. بسكوت بقى يا جماعه، البسكوت والشاي باللبن دول يعني توأم متلاصق. حاجه كده حلوه قوي، وطبعا بتنفع في الفطار في العشاء بين الوجبات. طعمه حلو جدا، بسكوت نشادر هش وخفيف وسهل جدا، هتعمليه بالكيس بطريقه سهله جدا ومقادير سهله ومظبوطه. عايزه اقولك يعني طعمه تحفه. تمام، امشي معايا بس بالمقادير اللي هقولك عليها بنفس التكات والحركات، هتاخدي احلى بسكوت، وكمان هتعمليه بالكيس بقى، لا مكنه ولا شيل وحط وغسيل وكل الحركات دي. بصوا بقى قلب البسكوته. تمام، قبل بقى ما نبتدي في المقادير والوصفة وهنمشيها ازاي، ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ما تنسوش اللايك يا جماعة، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. هنا بقول لكم ما تنسوش تعملوا لايك. انا حاطة هنا مقادير، يعني 6 مقادير. انا هكتب لكم في صندوق الوصف مقدار واحد، المقدار الواحد قد ايه. هنا انا حاطة 6 مقادير. تمام، 6 مقادير دول عاملة لهم يعني انا مش عايزه اقول لكم المقادير عشان ما لخبطكوش، هقول لكم مقدار يعني مقادير المقدار الواحد او المعيار الواحد. تمام، وهكتبه لكم في صندوق الوصف. المعيار الواحد ليه 100 جرام سمنه على زبده. انا هنا مستخدمه سمنه وزبده، ليكي مطلق الحريه، سمنه عاديه، سمنه بلدي، زبده نيوزيلندي، زبده فرن، اللي انت عايزاه. انا هنا مستخدمه سمنه بلدي وزبده نيوزيلندي. 100 جرام سمنه على زبده، ولازم الاتنين مع بعض. 100 جرام سكر، 250 جرام دقيق، 25 ملي لبن. تمام، بيضة، رشة ملح ورشة فانيليا ومعلقة نشادر ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقتين نشا. تمام، تاني هستخدم للمقدار الواحد 100 جرام سمنة على زبدة، 100 جرام سكر بودر، ولازم سكر بودر، ما ينفعش سكر حبيبات. تمام، هستخدم بيضة واحدة، هستخدم 25 ملي لبن، معلقة كبيرة نشادر، معلقة فانيليا، ذرة ملح، معلقتين نشا، و250 جرام دقيق. تمام، هكتب لكم تاني المقادير في صندوق الوصف. طبعا تقدري تضعفي زي ما انت عايزة، هتضعفي كل حاجة. هي يعني النص معلقه، لو انت هتعملي مقدارين هتحطي معلقه صغيره، معلقه النشادر هتحطي معلقتين، 25 ملي لبن هتحطي 50 ملي. طيب هتقولي لي كل المقادير اللي انت بتقوليها دي بالملي، مفيش بالكوبايه يا جماعه. عشان تاخدوا حلويات مظبوطه لازم تستخدموا ميزان. الميزان دلوقتي بقى رخيص جدا وموجود في كل المحلات. تقدري تجيبي واحد كده يعني زمان بقى كان ب50 جنيه، معرفش دلوقتي بعد بوليكة الاسعار اللي حاصله دي الموضوع هيبقى وصل لكام، بس ايا ما كان الوضع لو جبتي ميزان هيقعد معاكي العمر كله. تمام، هتحافظي طبعا عليه عشان بس ما تقوليش ان انت يعني تحافظي عليه تستخدميه بس في الحلويات. بس هتاخدي في الاخر منتج مظبوط معاكي 100%، ما فيهوش غلطه. الحلويات غير الاكل، الحلويات بتبقى فعلا محتاجه ميزان عشان تظبط معاكي. طبعا هنا انا في العجان، تقدري تستخدمي عجان او بالمضرب. ضربت الاول الزبده والسمنه لغايه ما هاشوا كده شويه، وبعدين نزلت بقى بالسكر البودره، والاول حطيت ذره الملح. هفضل اضرب في الزبده والسمنه والسكر لغايه لما القوام احس ان السكر ناعم. تمام، طبعا انا كل شويه كده بلم جناب العجان علشان اي سكر بودره مركون كده على جنب ولا كده على جنب يبتدي اخده معاه، ما اتفاجئش في الاخر ان انا لما اجي اقلب مثلا الاقي لسه سكر بودره، هيبوظ معاكي الوصفه. لو انتي بتضربي بالمضرب الكهربي طبعا كل شويه لازم تقلبي كده جوانب، برضو تلمي جوانب الطبق اللي بتضربي فيه. تقدري تستخدمي ايدك ممكن، بس يعني عايزه اقولك انه نتيجه المضرب هتبقى يعني عايزه انتي قوام هشاشان الزبده والزبده والسمنه وهما بيتضربوا، هيدوكي نتيجه تحفه جدا. تمام، هفضل اضرب كده لغايه لما الاقي القوام كده يعني خف معايا وابتدى السكر يدوب. هبتدي بقى اكسر البيض وانزل بيه واحده واحده. لو انتوا شايفين هنا انا بكسر في طبق في الاول وبنزل بالبيضه في العجان. اولا عشان اطمن ان البيض كله اللي هحطه سليم، ما افضلش افقش في البيض جوه العجان وتيجي واحده مثلا لا قدر الله مش سليمه، هتبوظ معاكي باقي البيض كله. يعني هتبوظ بقى البيض والدقيق والسمنه والزبده هتبقي خسرتي كل حاجه. لكن لو انتي كسرتي واحده واحده كده، لا قدر الله لو طلعت واحده مش كويسه هترميها او هتستبعديها، وهتبقي لسه العجان وباقي الحاجه عندك نظيفه، وتجيبي واحده تاني مكانها تنزلي بيها.
مش هحط البيضة التانية غير لما اتأكد ان البيضة الاولانية اختفت تماما من من بطن العجان، الخليط اتشربها تماما. لو انا بعمل بمضرب بنفس الطريقه او نفس التكنيك، لو انا بضرب بعجان بنفس التكنيك. طبعا لو انت بتعملي مقدار او مقدارين مفيش مشكله، برضو هتنزلي بيضه بيضه. انا هنا مستخدمه بيض احمر، البيض بدرجه حراره المطبخ. اي حاجه هتيجي تستخدميها في الكحك والبسكوت والبيتي فور والكيك كل ده لازم تستخدمي الحاجات دي بدرجه حراره المطبخ. حتى اللبن اللي انا هستخدمه لازم يبقى دافي زي دمعه العين. تمام. بصوا بقى، انا في الحاجات المعجنات اللي فيها بيض، اي حاجه فيها بيض، انا بحب استخدم الفانيليا السايله. حقيقي ليها طعم تاني وريحه تاني مختلفه تماما. طبعا انا بجيب الازازه دي بتبقى لتر، بس عشان انا شغلي كتير فبجيب الازازه دي لتر، بتنفع معايا بصراحه، بتقضي معايا. يعني بحط حوالي كده على الست بيضات دول، بحط حوالي معلقتين كبار. تمام. عشان بس يعني ابقى اتاكدت ان مفيش زفاره بيض خالص، لانه خصوصا ان خليط البسكوت ده بيبقى معاه لبن، فاللبن شويه شويه بيظهر زفاره البيض. فمحتاجه ان انت تستخدمي فانيليا تبقى شديده معاكي، بحيث ان انت ما تشميش اي ريحه خالص للبسكوت. طبعا لو انت مش متوفر معاكي فانيليا سايله، ممكن تستخدمي الباكتس الورق. الباكت الورق هتحطي ورقه او بيضه، سوري، ايه الورقه، ايه اللي بيضه، ورقه فانيليا لكل بيضه. يعني لو انت هتستخدمي 6 بيضات هتحطي 6 ورقات، لو انت هتستخدمي 5 تحطي 5، 4 تحطي 4. تمام. طبعا من وقت للتاني كده انا بقلب، علشان برضو اجيب كل اللي في بطن العجان وكله يتقلب كويس، والزبده كلها تتضرب كويس. زي ما انتم شايفين انا فضلت اضرب في الخليط لغايه لما بقى، بصوا، زي الكريمه. هنا انا مش بلعب يا جماعه، انا بحاول اوقف بس سلاح العجان بطريقه تخليني اتمكن ان انا اجيب بطن العجان كويس، من غير ما نقعد بقى نخبط في بعض والكلام ده. بصوا هنا انا كنت بوريها لكم، بصوا بقت زي الكريمه. شايفين بقى هشه وخفيفه ازاي؟ بقت تحفه جدا وزي الكريمه وخفيفه. واهم حاجه اتاكد ان السكر داب. تاني باكد ان السكر مطحون. انا بستخدم سكر الضحى. لو انت هتطحني سكر التموين عندك في البيت لازم تنخليه الاول، يعني هتطحني كويس جدا وهتنخلي، لان كل ما هتنخلي هتلاقي فتافيت سكر لسه ما اتطحنتش معاكي كويس. بس عشان ما يعذبكيش جوه الضرب يعني، وانت بتضربي وما ياخدش وقت معاكي، انخلي السكر كويس جدا. تمام. هنا ضربت شويه طبعا حلوين كده محترمين لغايه لما القوام بقى هش وخفيف معايا. هنا انا كنت بختبر، بصوا بعرف ازاي ان السكر داب بظهر المعلقه كده في بطن العجان او بطن الطبق. انا بدي كده دوسه، وهتسمعي لو السكر لسه ما دابش هتسمعي صوت خروشه سكر، هتحسي في صوت خروشه تحت بطن المعلقه. لكن لو السكر داب هتلاقي الموضوع ناعم معاكي جدا جدا ومفيش اي صوت، بالعكس يعني حاجه كده ايه، يعني تحفه جدا. طبعا هنضف كده الدنيا، هنضف الاسباتيولا. هبتدي انزل بقى هبتدي بقى اجهز اللبن. هنا دول عشان 6 مقادير، هحط 6 معالق نشادر. المقدار اللي هو البيضة الواحدة بتاخد معلقة نشادر واحدة، معلقة صغيرة، معلقة صغيرة نشادر. انا تاني هكتب لك المقادير كلها في صندوق الوصف، سامحوني انا هكتبها كلها بالجرام علشان تاخدي نتيجة مضمونة. الكوباية ممكن الكوباية اللي عندي تختلف عن الكوباية اللي عندك، ممكن انا ابقى مالية الكوباية انت تحطيها فاضية، ممكن انا ابقى حطاها مش مليانة قوي انت تروحي كبساها، هتلاقي المقدار اختلف معاكي والوصفة تبوظ وترجعي تدعي عليا وتقولي لي انت مقاديرك مش كويسة والوصفة باظت مني. عشان كده خلينا نتفق، الناس اللي عايزة فعلا تعمل حلويات وتاخد نتيجة محترمة لازم تجيبي ميزان في البيت. مش هيكلفك حاجة صدقيني، بس هتبقي ضامنة ان انت كل حاجة هتعمليها وانت مغمضة الحاجة هتطلع معاكي تحفة جدا. تمام. النشادر عشان اتاكد ان النشادر بتاعتي شغاله، بصوا بمجرد ما بحطها في اللبن الدافي شايفين بتفور ازاي زي الفوار. حطيت ال6 معالق نشادر على كميه اللبن. انا قلت لكل مقدار بيبقى 25 ملي لبن. تمام. هدوبهم. اللبن دافي زي رضعة البيبي، مش سخن ومش ساقع من التلاجة. طبعا بعد ما تقلبه كويس كده في العجان، انا هبتدي الاول هجيب طبق. طبعا انت تقدري تحطي الدقيق جوه العجان وتقلبي وتشتغلي، بس انا ما بحبش الطريقه دي، عشان اتحكم وابقى ضامنه ان كل اللي في بطن العجان كله انا اختلط كويس مع الدقيق. فانا بجيب طبق فاضي وبفضي فيه الخليط بقى بتاع الزبده والسكر والبيض واللبن والقصه دي. تمام. وهخليه قدامي كده، هفضيه كويس جدا من بطن العجان، وهبتدي انزل بالدقيق عليه بشويه بشويه. طبعا احنا قلنا ان كل مقدار ليه 250 جرام دقيق وعليه معلقتين نشا، معلقتين نشا مش مليانين. تمام. عليه نص معلقه بيكنج باودر. الدقيق اللي انا استخدمته هنا كان دقيق دوبيلا كحك وبسكوت. يعني ملحوظه عايزه اقولها انا، يعني بس عشان
الناس اللي بتشتغل في الكحك والبسكوت خلوا بالكم، انا دقيق الدوبيلا ده من انضف انواع الدقيق اللي انا بستخدمها للامانه يعني. بس جت في المره دي اللي انا كنت بشتغل فيها، وتقريبا حاجه كده قالت لي انخلي الدقيق قبل ما تشتغلي، بس مش الكيسين دول، كانوا كيسين غيرهم انا بدلتهم، ده كان يعني موجود من شروه قبلها عندي. فلما جيت نخلت الدقيق اللي موجود وقتها كان فيه رده، فانخلوا الدقيق. فطبعا الردة في دقيق كحك وبسكوت دي حاجة مش كويسة خالص. فلو حد من دوبيلا يعني، او حد بيعرف يوصل لشركة دوبيلا، يعني حرام ان يبقى كل الدقيق اللي نازل السوق يبقى فيه ردة بالطريقة دي. طبعا هيبوظ كل المعجنات اللي طالعة. يعني مش احسن حاجة، ممكن المعجنات والدقيق ده ينطر سمنته، وهتبقى النتيجة مش الطف حاجة، والناس هتيجي تقول الوصفة فيها ايه. فالمفروض ان دقيق الكحك والبسكوت ده بيبقى يعني ما فيهوش اي شوائب فيه خالص، ده انضف دقيق موجود، واغلى دقيق حقيقي موجود في السوق هو دوبيلا. والكحك والبسكوت غالي جدا. فانا بدلت في الوصفات اللي بعد كده، جبت السنبله ونخلته برضو، اطمنت انه مفيش حاجه. فارجو لو حد عرف يوصل لبتوع شركه دوبيلا يعني يوصل لهم المعلومه دي، ان كل التشغيله اللي نازله السوق حاليا هتبقى كلها فيها رده، فمش هتبقى الطف حاجه. تمام. طبعا دي كانت حاجه يعني، دي كان كيس من شروه قبل كده، فانا كنت ضامنه ان الدنيا مظبوطه يعني. هبتدي بقى انزل بالدقيق شويه شويه كده وهقلب. طبعا نزلت بالدقيق والنشا، تمام. وهبتدي اقلب لغايه لما عايزه اقول لكم ان المقدار ده مظبوط بالشعره، لا عايز نقطه لبن زياده ولا نقطه سمنه اقل ولا نقطه دقيق زياده ولا نقطه دقيق اقل. هنا بوريكم ده قمع البسكوت، في واحد عريض وفي واحد اقل منه عرض. طبعا انا بستخدم الاقل منه، مش العريض قوي. العريض قوي هيطلع لك بسكوته تخينه كده ومقلبظه وعريضه وحالها صعب، لكن الاصغر يعني هتديكي حجم بسكوته لطيف لذيذ. بصوا بقى، انا بدخل القمع، بجيب الاكياس اللي هي الاستخدام مره واحده، بجيب القمع كده على الاخر، يبقى خلاص كده هو مفهوش اي مجال ان هو يطلع تاني لقدام. وبعلم ورا السنون على طول بالمقص، وبقص بقى عند السنون عشان تبقى السنون كلها باينه معايا. وفي نفس الوقت المسافه اللي بين السنون وبين حافه الكيس ما تبقاش كتير، عشان يبقى العزم بتاع البسكوت او عزم الضغط على عجينه البسكوت ما يخليش الكيس يفك معايا والقمع يطلع. يبقى فيه روح او فيه قوه تستخدم عزم او تستحمل العزم بتاع الضغطه بتاعتي. فهمتوني؟ يعني ما تخليش المسافه اللي بين السنون وبين الطبق ايه اللي بين السنون وبين فتحه البسكوت او حافه الكيس بتاعه فتحه البسكوت كتيره، يعني ما بقاش الكيس على حافه القمع من فوق فضغطه والتانيه، خصوصا ان عجينه البسكوت تقيله، ضغطه والتانيه هتلاقوا الموضوع فلت منكم يعني بصوا هتتشندلوا من الاخر يعني. خليكوا كده ايه، خلوا فيه عزم كده في الكيس، تعرفوا تضغطوا والكيس يستحمل معاكم. تمام. طبعا في اكياس قماش حلواني مفيش مشكله، لكن انا بالنسبه لي الكيس ده بيأدي الغرض تمام وماشي حاله يعني. بصوا بقى، انا عبيت زي ما انتم شايفين، انا قاسمه الكيس كده في النص، يعني ايدي ماسكه فوق القمع على طول والايد التانية ماسكه من فوق، وهبتدي اضغط على البسكوت. خلي ايدك بضغطه واحده بقوه واحده عشان تضخي البسكوته كلها بنفس الحجم، تساوي بنفس الحجم. تمام. ما تطلعش حته تخينه وحته رفيعه. وفي نفس الوقت خلي ايدك مظبوطه بقى في ان انتي تخليهم كلهم طول واحد، طبعا للشكل للتسويه. يعني اولا طبعا عشان الشكل كلهم يطلع شكلهم حلو كده ومنمقين ومهذبين وشكلهم جميل. يعني دايما العين بتاكل قبل البق، اهتمي ان كلهم يطلعوا شكل واحد ومقاس واحد. واحده واحده، لو انتي مش متعوده على ضغطه البسكوت دي، ضغطه القمع اقصد، واحده واحده هتتعودي، هتلاقي ايدك اشتغلت معاكي كويس قوي. شايفين شكله لا منعكش بقى ولا محتحت ولا مفتفت ولا اي حاجه. طبعا انا رحت مسكتهم كده قطعتهم كلهم من ورا الكاميرا. بصوا بقى الكميه اللي طلعت قد ايه. هيدخل على فرن درجه حرارته يعني مثلا هنقول 180 190. تمام. هتحطيه على الرف الوسطاني او التلت الاخير ناحيه الشوايه عشان ياخد معاكي لون ويطلع باللون الجميل. طبعا عايزه اقول لكم هو لونه مظلوم كده من الكاميرا. عايزه اقول لكم قرمش جدا، وريحه السمنه البلدي بقى والزبده النيوزيلندي فيه بجد طعمه تحفه. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا شكله من جوه، بصوا مفرغ وجميل وخفيف وتحفه بجد، حلو قوي مع كوبايه شاي بلبن بقى للولاد الصبح، في الفطار، في العشاء، في المذاكره، لما دايما يقعدوا يذاكروا يقولوا لك ماما جعانين عايزين حاجه حلوه ناكلها، تديهم بقى بسكوتين كده ويلا اقعدوا وذاكروا بقى، كملوا اللي وراكم.
يا رب تكون الوصفة عجبتكم. دي اول وصفة من سلسلة الحلويات دي او البسكوتات دي. يا رب كده تكون الوصفة عجبتكم. عايزة اقول لكم بصوا هنا البسكوتة ناعمة بجد وجميل ومقرمش وخفيف وهش وبصوا جميل. يلا بقى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة. يلا باي باي.